ها هي اشهر كفته حاليا الكفته وهي البانت في مراكش، واللي بانت اول مره في مدينه سيدي قاسم. وهذا الريستو بدع فيها وزاد عليها مكونات اخرى، وانا بالنسبه لي هذه كتار من كفته هذه حلوه. وعندهم جوج طرق باش تاكلوا هذه الكفته، يا اما على شكل قطع راه طايبه فوق الفاخر، واما على شكل قتيبات بالطريقه الكلاسيكيه. ولكن بلاتي بغينا نعرفوا كيف داير المذاق ديالها بعدا، حيت الكفته مهمه بزاف. كتجي في هذه الحقيبه ديال انديانا جونز وتتخرج منها الهبره ديال البقري بلا شحمه، وكيعطيها الشيف محسن اللي كيتهلا فيها بمكونات مهمه بزاف، واللي القيمه الغذائيه ديالها كبيره، بحال بيستاش، نوا كاجو، اللوز، الكركاع وزيد وزيد. وهذا الاخير غتلقاو في هذا المطعم اللي نقدروا نقولوا انه دار ثوره في 2023 في مراكش، عاصمه السياحه الافريقيه، واللي المطاعم ديالها غالب عليه الطابع السياحي. واليوم كانت زياره عند بلدي فيوجن كيتشن المعروف بالبي اف كا، عند رابع فرع في مراكش، واللي قريب لماكدونالد طريق اس في والسوبدوكو. باش عجبني هذا المطعم هو المنيو حاطين فيه تصاور، يعني وري لي التصويره